رسالة بتقول بنتي 11 شهر ولسه ما سننتش وانا هموت من القلق. ليه هتموتي من القلق ليه؟ ما تسألي دكتورك، يا دكتور بنتي 11 شهر ولسه ما سننتش، كده في خطر ولا عادي؟ هيقول لك عادي جدا. بص يا جماعة، لازم نعرف امتى نقول الطفل كده اتأخر. الطفل ما نقدرش نقول اتأخر في التسنين قبل سنة وثلاث شهور. الطفل ما نقدرش نقول اتأخر في القعود اللي هو يقعد قبل 19 شهور. ما نقدرش نقول الطفل اتأخر في الوقوف يعني ما بيقفش قبل سنة وثلاث شهور. الطفل ما نقدرش نقول اتأخر في المشي قبل سنة ونص، إن شاء الله يكون بيمشي ساند. ما نقدرش نقول إن الطفل ما بيمشيش حلو قبل سنتين. فدي الحاجات اللي تقول الطفل اتاخر بعد المواعيد دي. طب هدي كالسيوم يعني بعد الكلام ده ولا لا؟ لا، بنروح نكشف والدكتور يشخص ايه سبب التاخير. مش كل اللي متاخرين بيبقى عندهم مشكله في الكالسيوم وعلاجه بيكون كالسيوم، في اسباب كتيره للتاخير. وبالتالي انتوا حافظين ان اللي متاخر عايز كالسيوم. دايما بتشخصوا ان اللي متاخر غلط وهو اصلا مش متاخر، او لازم نديله كالسيوم، او بنديله مش عارف فيتامين د النشط، او بنديله معرفش فيتامين د الحقن. يعني الكلام ده كله غلط يا جماعه، الطب مش حفظ. الطب كل حاله وليها العلاج اللي يناسبها حسب التشخيص. ما كانش حد غلب لو احنا بنحفظ كل حالة عايزة ايه وخلاص. تمام. بس شكرا.